أعزائي المتابعين، أهلا بكم في قناة أفكار. معانا الجاكيت ده جاكيت طويل لحد الركبة. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقصر الجاكيت على العلام اللي احنا عاملينه ده. في الحال ده لازم هنفك السوستة دي، نطلعها خالص، لأن السوستة دي هيبقى بدايتها ايه؟ بدل ما هي تحت هيبقى بدايتها فين؟ عند العلام بتاعنا هنا. تمام كده. هنفك السوستة دي خالص عشان نرفع الزيادة دي فوق عند الياقة ونقصها، وهنرجع نركب الكمر ده تاني. خلاص، يعني ده الترتيب اللي احنا هنمشي بيه، اللي هو هنفك السوستة ونرجع نركب الكمر تاني، بعد كده نركب السوستة من بداية الكمر، ننطر الزيادة من فوق ونقص الزيادة. دلوقتي انا هفك وارجع لكم. هنا كمان فكنا تمام كده، فكنا السوستة خالص. خلاص، وهنبدأ نقص على العلم ده في الأول اهو، زي ما قلنا في أول الفيديو. هقص كده خلاص كده. هنرجع بعد كده هنفك الكمر ده خالص، عشان الكمر ده هو اللي هيركب فين؟ هيركب هنا كده تحت. خلاص، الكمر ده كان راكب مفرود، احنا هنلمه شوية عشان يلم معانا الجاكيت من هنا، يعمل له شكل. تمام كده. هفك الكمر ده وارجع لكم. كده احنا فكينا الكمر اهو. خلاص، هنركب بقى الكمر. واحنا بنركب الكمر ده من هنا نبتدي نشد شويه عشان يلم معايا ايه؟ يلم معايا الجاكيت. خلاص، والزياده اللي هتطلع من هنا هنطرها واقصها، وارجع اركب حته اللي راكبه في الكمر من نفس لون الجاكيت. تمام كده. هركب الكمر وارجع لكم. اهو يا جماعه، احنا كده ركبنا الكمر تمام زي ما انتم شايفين اهو. ركبنا هنا الكمر اهو، شدناه شويه عشان ندي منظر ايه؟ منظر البومبي ده كده، عشان بقى جاكيت. لما كان جاكيت طويل، لا بقى جاكيت قصير. خلاص، هنيجي بقى هنا لمرحله السوسته دي بالبنطه بتاعتها. هنا هنصغر السوسته. طبعا السوسته دي كبيره، الزياده اللي احنا هنشيلها منين؟ هنشيلها من فوق من عند الياقة. فانا هبدأ اثبت دي كده على البنده بتاعتها زي ما كانت راكبه، عشان دي بتركب تحت بالشكل ده كده. تمام. هثبتها على البنده الداخليه، وبعد كده الزقها على الجاكيت من بره. خلاص، همشي معاكم واحده واحده عشان المعلومه توصل سهله. خلاص، يعني انا هثبت دي كده الاول عشان اشيل الزياده اللي انا عايز اشيلها من فوق. خلاص كده اهي، لان المصرة دي البنده دي كبيره. بصوا البنده كبيره طالعه لحد الياقة. فانا هثبت السوسته في البنده اللي هي الداخليه، تبقى كده بالشكل ده كده. تمام. هثبتها الاول، هثبت السوسته في البنده، وبعد كده هشيل الزياده. ماشي. وهركب السوسته على قد المرد بتاع الجاكيت، يبقى كده الزيادة كلها نطرت فوق اهي. خلاص، دي الناحية بتاعت البنده اللي راكب فيها ايه؟ السوسته. خلاص، وادي الجزء التاني بتاع السوسته اهو اللي بيركب في الناحية التانية. فانا همشي معاكم خطوة خطوة عشان اوصل لك المعلومة ايه؟ بسيطة. هنبدأ الاول بدي عشان اثبت دي في دي كده في الاول. لو مفيش بنده يبقى هثبتها في الجاكيت ايه؟ في الجاكيت على طول وتقلب. تمام. ده لو مفيش باندا، انما دي فيها باندا يبقى لازم اثبتها في الباندا الاول. اهو كده ثبت السوسته في الباندا اهي. تمام كده.
هبدأ بقى الزقها في الجاكيت كده عشان تقلب على جوه بالشكل ده كده. خلاص هركبها وارجع لكم. كده احنا ايه ركبنا اهو المرد ده. خلاص هنركب بقى فرد السوسته التانية. انا ماشي معاكم خطوه خطوه اهو عشان هدفي ان الكل يستفيد. هنركب بقى الفردة دي اللي بتاعت السوسته التانية هنا. خلاص وهنقلب ونشيل برضو الزيادة ايه الزيادة من فوق. نشيل الزيادة من فوق من هنا. خلاص كده هركبها برضو وارجع لكم تاني. اهو يا اخواتي كده ركبنا الناحية التانية اهي. ركبناها وقلبناها ضربناها البوند بتاعها عادي خالص. خلاص وادي البوند الداخلية ركبت زي ما كانت اهي. تمام كده. وبكده يبقى احنا ايه قصرنا الجاكيت اهو. بدل ما كان جاكيت طويل تحت الركبة بقى جاكيت عادي قصير. تمام. يا ريت يا جماعة لو قدرت افيدكم متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. مع تحيات اخوكم نبيل سامي.